إقصاء الرجاء أمام الزمالك في بطولة ودية. صراحة إقصاء الرجاء أمام فريق ضعيف وضعيف جدا اللي هو الزمالك. الخطأ ديال المدرب دخل واحد التشكيلة لا علاقة لها في الشوط الأول، 5 دقايق جوج بيوت للزمالك عن طريق شيكابالا والونش. الصراحة ما فهمتش أنا اللعب ديال الرجاء في الشوط الأول، ما والانتدابات اللي داروا لا علاقة. هذاك الظهير الأيمن ميت، والشوط الثاني دار واحد الديفو، واحد المدرب هو ما خلاش موهوب في الهجوم. راه بزاف الفرص ضيعنا، ما عندناش مهاجم صريح. مهاجم اللي عندك دخلتي في الشوط الاول امام ما كاينش كاع اللي يعطيه كرة. ما كاينش بوغرين، ما كاينش بوزوق، ما كاينش مقعازي، ما كاينش الميليو ميت. صراحة داك كامارا مات، داك كامارا ما بقاش كيما كان. العام اللي داز كان زوين، هاد العام ميت ميت داك كامارا. ما فهمتش صراحة. ما شفناش هذاك اللاعب د الفتح، ما دخلوش، ما عرفناش علاش. انا صراحة نشوفوه ساعة ما حيت خصنا شي وسط ميدان دفاعي يكون كيفتك الكرة مزيان. صراحة هاد اللاعب من هاد النوعية ما عندناش، ما داك هيرفي ما عرفناش، ما شفناش الأداء ديالو. الصراحة هذه مباراة ودية فقط، ولكن المدرب صراحة فيه التفلسيف بزاف. منكدبوش على الله، كيديرها ديما كيزبلها، ما فهمتش انا علاش. ديما لا في البطولة العربية لا هنا لا شي خطرات في البطولة كيزبلها في التغييرات. كيبغي يدير فيها الفلسفة الخاوية كيستقجبها في الفرقة. كاينة فرقة زوينة الطريقة باش يتلعب مزيان. التيفو ديالو انا بالنسبة ليا هو كيدير التفلسيف وما كيعتمدش على موهوب صالح للفرقة احسن من الزرهوني. بزاف د الفرص وكان جاو الموهوب هاديك ماركيهم. موهوب شفنا غير في الشوط الاول جوج، واحد الباس عطاه للزرهوني جات في البارة، وواحد التسديدة دار عليها الطريقة باش دار عليها وضربها وجبدها الحارس في التالي ديال اللقاء. كيديروها غير واحد وجوج.